عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى احلى صينية بطاطس باللحمة الموزة. بجد طعمها وهمي. ومش بس كده، كمان هنعمل برام رز وهنطعمه باللحمة الموزة. احلى برام بقى ممكن بجد تعملوه وتاكلوه، بجد خطير. وطبعا قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، مش عايزاكم تنسوا تعملوا اشتراك او سبسكرايب في القناة لو لسه ما عملتوش اشتراك، وكمان تعملوا لايك وشير للفيديو. اظن يستحق جدا، شايفين؟ خطير بجد. الاكل طعمه تحفة. هتجربوه بنفسكم وهتحكموا. يلا بقى نبدأ الفيديو الخطير ده. اول حاجة عندي هنا كيلو من اللحمة الموزة، هقطعها قطع. اللحمة أنا بديها شطفة سريعة قوي من بره، وبعد كده بنشفها وبقطعها. في ناس مش بتغسلها خالص. ساعات كنت بعمل كده، بس يعني بفضل ان انا اشطفها شطفة سريعة. مش هيحصل حاجة يعني، لان احنا مش بننقعها في المية ده كده يعني بسرعة قوي. هقطعها بقى قطع متساوية زي ما انتوا شايفين. هنستخدم كمية معينة والباقي بيتشال عادي في الفريزر، ما بيحصلوش اي حاجة. هقطع بقى قطع تكون سميكة شوية، لان اللحمة زي ما انتوا عارفين، او للناس المبتدئة اللي هم مش عارفين، اللحمة بتقل جدا. فقطعتها قطع سميكة عشان مهما صغرت ما تكشش قوي يعني. فهنا بقى حطينا اي اناء بقى غويط تستخدموه، ويا ريت يكون مش بيلزق. هنحط فيه بقى معلقة كبيرة من السمنة، تكون معلقة حلوة كده كبيرة. وبعد كده هنزل بقى بقطع اللحمة، هديها صدمة. اول ما تغير لون من جنب هقلبها على الجنب التاني، عشان تبقى كلها واخدة نفس التحميرة زي بعض. استخدمت حوالي كيلو الا ربع من اللحمة. هنزل بقى بمعلقة صغيرة من الفلفل الاسود ورشة بسيطة من السكر، هتديها اضافة حلوة جدا وفي نفس الوقت بتساعد على السوى. هقلب بقى اللحمة مع الفلفل مع السكر. ما تقلقوش، السكر مش بيسكر اللحمة خالص، هو بس بيساعد على السوا زي ما قلت لكم. وطبعا مش هنحط ملح دلوقتي خالص، غير لما اللحمة بتاعتي تدخل في السوا. هفضل بقى اشوح فيها على نار متوسطة بالشكل ده لحد ما تدينا اللون المحمر الجميل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. في الوقت ده بقى تكونوا مجهزين مية مغلية. خلاص اللحمة بتاعتي اخدت اللون الخطير ده. هننزل بقى بمية مغلية هنغطي بيها قطع اللحمة. يعني استخدمت حوالي 3-4 كوبايات من المية. لو اللحمة احتاجت مية تاني عادي بتزودوها لحد ما اللحمة بتاعتكم تستوي. وطبعا بتحطوا الغطا. شايفين اللحمة دايبة دوب. اوعوا تنسوا الملح، هنحط معلقة صغيرة من الملح. احنا بنخلي الملح للآخر عشان ما يعجزش السوا بتاعنا في الأول، بس اوعوا تنسوه. هقلبها بقى وهسيبها برضو على النار لحد ما تتشرب الصوص بتاعها. هنسيب بقى اللحمة تعيش حياتها ونشوف الخضار اللي احنا هنستخدمه مع اللحمة. هنستخدم 5 حبات من البطاطس، وعندنا حبيتين من الطماطم متوسطين، وعندنا فلفل بارد وفلفل حامي، وعندنا كمان 6 فصوص من الثوم. والبصل عندي هنا صغير فاستخدمت 6 بصلات صغيرين، لكن لو البصل عندكم كبير استخدموا بصلتين كبار كفاية قوي. لكن البصل زي ما انتوا شايفينه صغير جدا، فعشان كده استخدمت كذا واحدة. هقطع بقى كل الخضار اللي عندي ترانشات بالشكل ده. حابين تضيفوا اي نوع خضار تاني بتحبوه، بس انا اكتفيت بهذا القدر. انا حابة صينية البطاطس يكون بس فيها معاها البصل والفلفل الاخضر والفلفل الحامي وفصوص الثوم وطماطم، فكده هيكون كويس جدا. فصوص الثوم انا قطعتها كبير، متعمدة مش عايزة اقطعها صغير. ولو حابين تخلوها صحاح كمان، فصوص الثوم على بعضيها، براحتكم خالص. هنقطع برضو الطماطم ترانشات بالشكل ده. استخدمت طماطمتين متوسطين. الفلفل الحامي انا اديته فتحة بس كده من النص، وما قطعتهوش عشان مش عايزة الصينية بتاعتي تكون سبايسي. حطيت بس الفلفل على جنب الحامي، اللي حابب بقى ياكله ياكله. عندي هنا
5 حبات من البطاطس بقطعها ترانشات، بحبها ترانشات رفيعة تبقى حلوة جدا في صينية البطاطس. حابين تتخنوها شوية ده حريتكم، يرجع لكم برضو. هنا بقى اللحمة عندي اهي اتشربت وفضل صوص خطير كده في الاخر. هخرجها بقى على طبق. شايفين اللحمة تحفة. خلاص خلصت كل الكمية طلعتها. وفي نفس بقى الوك اللي احنا مستخدمينه او الاناء اللي انتم مستخدمينه، حطوا فيه معلقتين كبار من الزيت، وهننزل بقى بفصوص الثوم اللي احنا قطعناها. يا دوبك بس تتصفر معانا يعني دقيقتين بس كده في الزيت مع الصوص اللي في الوك. بعد كده هنزل بترانشات البصل، هقلبها برضو، هديها تقلبتين كده البصل مع الثوم. والريحة بقى مش قادرة اقول لكم، الريحة خطيرة جدا، خصوصا مع الصوص اللي تحتيهم كانوا عاملين ريحة جامدة جدا. هنزل بقى بمعلقة صغيرة مليانة من ال11 بهار من كنور. هنزل بقى بباقي الخضار بالطماطم والفلفل الأخضر، وهشوحهم مع بعض كده على النار دقيقتين. بعد كده هحط معلقة صغيرة من السكر، رشة بسيطة، وهنزل بقى بقطع البطاطس، وهحط معلقة صغيرة مليانة من ال11 بهار من كنور، ومعلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، وبس. مش هضيف اي بهارات تاني خالص، اكتفيت بال11 بهار من كنور شامل كذا حاجة. فخلاص انا مش حابة اطعمة تانية، حابين تضيفوا اي اطعمة بتحبوها براحتكم، بس انا بالنسبة لي بحب كده وخلاص. وفعلا بيطلع طعمها لذيذ جدا وحلو قوي. هنزل بقى بالخضار اللي شوحناه على النار، هنزل بقى بيه في صينية بالشكل ده، هرصه بقى وهوزعه. تمام. مش قادرة بقى اوصف لكم، الريحة بجد خطيرة. وبعد كده هرص فوقيها قطع اللحمة، وحطيت الفلفل الحامي كده على جنب عشان زي ما قلت لكم مش عايزة اقطعه عشان الصينية ما تكونش سبايسي. ونزلت كمان بكوباية ونص كده من المية، وهحرك بقى الصينية بالشكل ده، مش هحط اي اضافات تاني خالص. بعد كده هنجيب ورق فويل، هحط بقى ورق فويل. وطبعا الفرن احنا مشغلينه من بدري، اي حاجة بنستخدمها في الفرن لازم يكون سخن. هدخلها بقى على فرن سخن أعلى درجة حرارة، الرف في الوسط، لمدة نص ساعة. وبعد كده ههدي النار لمدة نص ساعة كمان. أخدت حوالي من ساعة لساعة ونص، بس أول نص ساعة بنخلي النار عالية لحد ما تغلي، وبعد كده بنهدي النار عشان الخضار مع اللحمة يكملوا سوا وتطلع معانا جوسي بقى كده ودايبة دوب. بجد طعمها خطير، تحفة يعني. الصينية شكلها باين قدامكم، خطيرة، عظمة على عظمة بجد. كل حاجة فيها مظبوطة 100%، وسهلة جدا وبسيطة. كتير منكم أكيد بيعرف يعمل صينية بطاطس باللحمة، بس جربوها على طريقتي كمان هتعجبكم جدا جدا جدا. بجد طعمها خطير. ومش بس كده، مش هنسكت، لا هنعمل كمان برام رز باللحمة. هاخد بقى قطعتين كده من اللحمة الموزة اللي عندي، هقطعها قطع صغيرة جدا. تقطيع الكباب الحلة بتقطعوها صغير جدا كده بالشكل ده، لان انا قررت ان انا المرة دي هحطها كده نية في البرام ويعيشوا حياتهم مع بعض في الفرن ويستووا مع بعض، مش هسويها الاول انجازا بقى للوقت، وهتطلع برضو مستوية وطعمهم خطير. هنقطعها بقى قطع صغيرة جدا كده زي ما انتوا شايفين. تمام كده، دي كل الكمية اللي انا قطعتها. عندي هنا بقى 4 كوبايات من الرز، نقعته ساعة في المية وبعد كده صفيته، وحطيت عليه معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود. هقلبهم بقى كويس كده مع بعض عشان الرز يطلع معانا مفلفل بقى كده ويبقى طعمه خطير، زي الرز اللي بتحطوه في الحمام كده بيطلع برضو طعمه خطير. فالحركة دي حلوة جدا برضو ان احنا نحط الفلفل الأسود معاه الأول. بعد كده ده قطع اللحمة بقى، هنحط عليها برضو معلقة صغيرة من الملح والفلفل، رشة بسيطة من كل حاجة على قد كمية اللحمة اللي انتوا هتستخدموها. تمام. بعد كده هنجهز كيلو من الحليب، هحط عليه معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمان هحط كوباية زبادي، علبة زبادي.
الزبادي بيدي طراوة بقى كده في الرز وبيعمل وش جامد جدا. هقلبهم بقى مع بعض، وكمان هحط معلقة كبيرة من السمنة وهدوبهم مع بعض، وكمان معلقة كبيرة من الزيت عشان اللمعان كده، وبيبقى بيخلي الرز مفرفر شوية. هنقلب بقى الكلام الجميل ده كله مع بعض، ده اللي هنسقي بيه الرز. ممكن تستغنوا عن كيلو الحليب، تحطوا نص حليب ونص مية، يعني المتاح عندكم برضو استخدموه، ما توقفوش نفسكم. هنا بقى برام الرز عندي كبير، عشان كده استخدمت 4 كوبايات من الرز. دهنته كده سمنة من جميع الجوانب، وهيطلع معانا لحد اخر رزاية، الرز مش هيلزق خالص في البرام. حطينا بقى كده 4-5 معالق من الرز في الاخر، وبعد كده هحط فوقيها قطع اللحم، هسويها بالطريقة دي. بعد كده هغطيها بكمية برضو قليلة من الرز، مش هنزله كله مرة واحدة، وهنزل بقى عليها من المزيج اللي احنا عملناه عشان اتأكد ان اللبن واصل لحد تحت، وههزها بالشكل ده. وبعد كده هنزل ببقية كمية بقى الرز كله، هغطيه بيها لحد الاخر. تمام. بعد كده هنزل بقى واحدة واحدة بالخليط اللي احنا عملناه، اللي هو اللبن على السمنة على الملح على الفلفل على الزبادي. من الجنب كده هتيجوا من الجنب وهتنزلوا واحدة واحدة. تمام. حلو كده. بحط كمان تحتيه صينية عشان اللبن ساعات بيفور في الفرن ما يبهدلش الدنيا. شايفين بقى شكلها خطير. بدخله على اعلى درجة حرارة لمدة نص ساعة في الاول، وبعد كده بهدي النار. هيقعد حوالي برضو ساعة. الرفل في الوسط. شايفين؟ تحفة، شكلها خطير خطير خطير. عشان فيها قطع لحمة، فأنا بقول لكم بتبقى النار عالية في الأول وبعد كده بنهديها. لكن لو من غير لحمة بتخلوها عادي على أعلى درجة حرارة، وبتشغلوا المروحة عشان تاخد اللون الخطير اللي من فوق ده. في الحالتين هتشغلوا المروحة عشان تاخدوا اللون الخطير ده، وتسيبوها على نار عالية. يا إما لو المروحة عندكم فيها مشكلة هتشغلوا الشواية بس في الآخر خالص لما الرز بتاعكم يتشرب، هتشغلوا الشواية عشان تاخد اللون الفظيع ده. شايفين بقى الرز بجماله طالع مفلفل وخطير، وعامل بقى وش جامد جدا، واللحمة مستوية وطعمها حلو قوي. شايفين؟ تحفة. لازم بقى تجربوا الأكلة الجامدة جدا دي، وهستناكم تعملوا سبسكرايب ولايك. يلا باي باي.